السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة شهوة روعة. اليوم غادي نقدم لكم طورطة بالكريمة، طورطة الغابة السوداء. كتجي هائلة ولذيذة. يلا دابا على بركة الله نشوفوا طريقة التحضير والمقادير. بسم الله. دابا غادي نبداو المقادير ديال العجين الاسفنجي او الجينواز. نعطيكم المقادير مرحله بمرحله. عندنا هنايا واحد 120 غرام ديال السكر سنيده، السكر الخشن، 4 البيضات يكونوا على درجه حراره المطبخ، 70 غرام ديال الدقيق الابيض، 30 غرام ديال بودره الكاكاو نوع جيد، 20 غرام ديال النشا ديال الذره او البطاطا اللي عندكم، واحد القفصه ديال الملح. دابا نشوفوا الطريقه. بسم الله. دابا غادي نبداو نهرسوا البيض، 4 البيضات درجه حراره المطبخ. غنحتاجو واحد الطراب كهربائي لان هذا البيض هذا خصنا نطربوه مزيان، يعني السر ديال النجاح ديال الجينواز خصنا نطربوا البيض يعني واحد 10 دقائق ولا اكثر. غادي نضيفو ديك القبيصه ديال الملح، السكر. دابا في هذه الاثناء غادي نبدا نخلط بالطراب الكهربائي. بسم الله. دابا غادي ندوز الطراب، الخليط ديالنا بعد ما ضربناه كيف ما شفتوا معايا كيجي مرغوي وواقف، كيولي واقف على هذا الشكل هذا. شفتوا معايا هذا هو السر باش كيجينا الجينواز ساهل. كيف ما شفتوا معايا حنا ما استعملناش فيه خميره، ما كاينش فيه الخميره. نطربوه حتى كيولي الخليط بيض، ومن بعد غادي نغربلو النواشف اللي عندنا ونشوفوا المرحله. دابا غادي نبداو نغربلو في النواشف ديالنا. ضروري اننا نغربلوهم. حنا كنغربلو وغنخلطو شويه بشويه باش ما يتكسرش لينا هذا البيض هذا اللي طربنا. حنا كنغربلو، حنا كنخلطو. بالنسبه للقالب يمكن لكم ديروا في قالب دائري. انا هاد المره غادي ندير في قالب طويل باش نخرجوا على كسروا داك الروتين. دائما هاد الحلوه هذه ديال الكريمه كنديروها في قالب طويل، كنديروها في قالب دائري. نبدلوا شويه، نديروها في قالب طويل على حسب كل واحد واش بغا. نغرب الكميه المتبقيه عندي، نخلط غير بشويه بشويه من تحت الفوق. من الاسفل الى الاعلى بهذا الشكل هذا. حتى كيتشرب لي هذا الخليط هذا مزيان. من بعد نديروه في القالب. بقينا دابا الا نصبوا العجينه في القالب. كيفاش ما شفتوا معايا القالب درتو هنايا القالب طويل. يبقى لكم الاختيار، دهنتو بواحد الدهنه خفيفه ديال الزبده، واحد الرشه ديال الطحين دقيق، درت ليه هاد الكارطه هذه او هاد الورق، يعني عندكم الاختيار. تقدروا تكتفوا غير بديك الرشه ديال الطحين مع الزبده. دابا غادي نخويو الخليط ديالنا. نديروه يطيب في الفران، ما يكونش سخون، غير نشعلوه بهذيك تقريبا 2 دقائق ولا 3 كاع بالاكثر. درجه ديال الحراره ما تكونش عاليه، متوسطه، كل واحد على حسب الفرن ديالو. ما نحلوش عليه، ما نبقاوش كل مره نحلوه، ولا حليناه غادي يتفص، ما غادي يجيناش الكيك طالع وغادي يبقى خضر من الداخل حتى كنشمو ريحته. وهاد في ديك الساعه كنعرفوه طاب، كنراقبوه مره الا كانت عندنا ديك الدجاجه ديال الفران. ما كانش عندنا دجاجه ديال الفران كنشمو ريحته صافي كنعرفوه طاب وجد. غيبقى لنا الا غنديرو في الفرن يطيب، من بعد نشوفوا شكل التزيين ديالو.
دابا غادي نمروا المقادير ديال التزيين هاد الكيكه هادي. ها هو الطورطه ديال الكريمه. غادي نحتاجو هنا القشده الطريه، عندي تقريبا واحد 500 مليلتر ديال القشده الطريه. نص لتر، يمكن لكم تمشيو 300 حتى ل 500 حتى اكثر على حسب الطورطه والحجم ديالها والحجم ديال الكعك اللي غادي تحضروا. هاد الكريمه هادي غادي نضيف لها السكر، لان كنشريها انا، كنشري الكريمه اللي كتكون متعدده الاستعمالات، كتبقى من احسن انواع الكريمه. يعني كتقدروا تستعملوها يا اما في اطباق المالحه او الحلوه، كتكون يعني ديال القشده الطريه الاحسن. عندي هنايا رقائق ديال الشوكولاته اللي حضرنا في الفيديو السابق، غنزينوا بها الطورطه ديالنا. عندي السكر تقريبا واحد 80 غرام ديال السكر، يمكن لكم تزيدوا ولا تنقصوا. عندي هنايا الكرز حبل الملوك مرقد، السيرو ديالو يمكن لكم تعوضوا بالسيرو عادي الماء والسكر، تنسموه بالفاني او قشور ديال الليمون او قشور ديال الحامض وتسقيو بها الطورطه هذه. انا كان عندي هذا فغادي نستعملو. دابا على بركه الله غادي نشوفوا الطريقه. الاثناء غادي نبدا نقسم الكيك ديالي، نقسمو على 3. بسم الله. السكين يكون ماضي مزيان. قسمو شو معايا، لكن السكين ماضي تقسم بكل سهوله. صافي حتى كنحصلوا على 3 الاجزاء متساويه كما كشفتوا معايا. نقطع، حصلوا على 3 الاجزاء متساويه. دابا غادي نبداو في المونتاج ديال الكيك. بعد ما طلعنا الكريمه ديالنا الشكل ديالها كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو للمونتاج. كنشدوا القالب كنلبسوه بواحد الفيلم غذائي باش كيسهل علينا العمليه ديال المونتاج. بسم الله. غادي نبداو، غادي ناخذوا الجزء الاول ديال شينواز. غادي نبداو نسقيو فيه. كيف ما قلت لكم السيرو يمكن لكم تستعملوا يعني اي سيرو، نكهوه بالفاني باي حاجه كتعجبكم، قشور الليمون قشور البرتقال. انا عندي هذا السيرو منكه فما كاينلاش، ما درتش النكهه كيف ما لاحظتوا معايا، ما درتش النكهه لا في العجين لا في الكريمه. نسقيوه مزيان. اللي كيبغي يسقي بزاف، كاين اللي ما كيبغيش. دابا غادي نبداو نديرو في الكريمه. من بعد غنضيفو الكريمه، حاولوا ما نكثروش بزاف، خليو باش غادي نزوقو. كاين لكم تستعملوا جيب حلواني. جيب حلواني غنخليه حتى الاخر، نبغي ندير واحد الوريدات الفوق ومن بعد نستعملو. نخدمو غير بالمعلقه هنايا حيت عندنا هاد القالب غارق، نخدمو بظهر المعلقه احسن. من بعد غادي ندير واحد الحبات ديال حب الملوك الكارز اختياري. اللي ما بغاش يدير مكتفي غير بالكريمه، ويخليهم حتى الفوق يزين بهم. دابا غادي نجيب الطريف الثاني حتى هو نفس الشيء، غادي نثبتوه ونحطو نفس العمليه. غادي نسقيه ومن بعد غادي ندير نفس العمليه اللي درت في سميتو في الاول. من بعد انا درت الجزء الثالث والاخر الاخير، كنسقيو حتى هو. كندير واحد القالب ديال الكريمه
كنسرحوها. كاين لكم ديروا قالب دائري كيف ما قلت لكم. بحال هكا راه كتسهل لنا الخدمه. كنديرو في القالب، كنزينو في القالب، كتجينا الخدمه ساهله. صافي حنا دابا سالينا. بقينا دابا غير نوض عليه هاد الفيلم هذا، وغادي نخليه يرتاح واحد نص ساعه ولا ساعه على حسب الوقت. هو راه شاد في راسو، ومن بعد غادي نقلبوه نيشان في الطبق اللي غنقدمو فيه، وغادي نكملو التزيين ديالو. الطوطه ديالنا بعد ما ارتاحت قلبناها، زدنا ليها واحد السقيه من الفوق واحد شويه. دابا غادي نبداو نضيفو الكريمه في الواجهه ديالها وفي الجناب باش كنثبتو داك الشكلاط في الجناب. يعني طريقه سهله مفيهاش اي تعقيدات. الا جربتوها راه غادي تعجبكم. انا غادي نكمل الزواق ديالها. هاد الكريمه غندوزها من الجناب. سالينا الكريمه دليناها في الجاوني، دابا غادي نبداو نثبتو في الشكلاط. انا عندي هنا شكلاط بالحليب وشكلاط الاسود، غادي نبدا ندير شكلاط بالحليب وشكلاط اسود. التزيين تيبقى على حسب الذوق وعلى حسب اختيار كل واحد. كلكم ديروا غير شكلاط بالحليب ولا شكلاط الاسود على حسب نتوما الذوق ديالكم. كلكم تخليهم طوال قصار، يعني راه كتجي رائعه وراقيه. نتمنى انها تعجبكم وديروها. دابا انا غادي نكمل الزواق حتى نساليه كامل، من بعد نشوفوا الشكل ديالو. الطورطه ديالنا هي وجدات بعد ما تبعتوا معايا المراحل التحضير ومراحل التزيين. كتجي على هذا الشكل هذا. التزيين كيبقى على حسب كل واحد. نتمنى ان هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناه باش توصلوا بالجديد، وتقاسموا هذا الفيديو مع احبه ديالكم، مع العائله ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.